مرحبا يا رفاق، واخيرا عدت اليكم. بكره رمضان يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. في الفلوج ده هاخدكم معايا في يومي واوريكم ايه اللي هيحصل في يومي، عشان بجد عندي حاجات كتيره قوي والحمد لله مش عندي كليه النهارده، فهشارك كل حاجه معاكم واوريكم يومي بيمشي ازاي مؤخرا. والحقيقه مش عندي روتين معين، بس في ايام بكون productive جدا وايام ما بعملش اي حاجه في حياتي فعلا بسبب الكليه يا جماعه. الكليه بجد متعبه جدا والمواصلات متعبه جدا جدا. المهم يعني بدل ما اطول عليكم في الكلام، خلونا دلوقتي نشوف هنعمل ايه. عايزه اكتب كل حاجه عايزه اعملها بالتفصيل علشان ما انساش. يلا بينا. عملت الفطار يا جماعه، تعالوا اوريكم هاكل ايه. بصوا عملت ساندوتش ده انا بسميه ساندوتش الكريب. بحط فيه كل الانجريدينتس اللي انا عايزاها، فانا حاطه جبنه قريش وجبنه تشيدر وبيض وطماطم واي حاجه بقى بتيجي قدامي بقوم حطاها بصراحه، وفريش اورنج جوس. هقول لكم بجد من اهم فوائد الصحيان بدري هي انكم بتفطروا مرتين، مره لوحدكم الصبح بدري وتاني مره بتفطروا مع اهلكم، ودي تقريبا اكتر حاجه انا بحبها في الصحيان بدري بصراحه. المهم يعني هاكل دلوقتي وهشوف اي حاجه اتفرج عليها ونشوف بقى هنبدا بايه. Let's face it, nobody ever discovered 19 with packed and tight and stacked on top of each other like those of us who live. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا يعني فتحت عليا فتحه معرفش دي هتتقفل ازاي. انا مش من عادتي ان انا بتفرج على حاجه وانا بفطر، الا لو انا نازله الجامعه وعندي وقت ممكن بسكرول كده على تيك توك او اي حاجه على الموبايل. معرفش ايه اللي خلاني افتح مسلسل. بجد لقيت مسلسل كده قلت يعني مش عارف، قلت اشوف بيتكلم عن ايه عشان بصراحه الكفر بتاعه عجبني. اتفرجت على اول نص حلقه، حاسه ان هو تحفه بجد. لا مش هينفع ان انا اخلصه دلوقتي، هي اصلا نص ساعه بس الحلقه، فهبدا اذاكر وبعد كده اشوف بقى باقي الحلقه دي بتقول ايه. خلوني دلوقتي اوريكم انا هذاكر ازاي. تقريبا اخر فلوج برضو كنت بذاكر اسلامك، والنهارده هذاكر اسلامك. انا كل ترم وكل مادة بيبقى ليها نظام مذاكرة عندي مختلف، يعني على حسب طبيعة المادة دي. بس المادة دي الترم ده انا بصراحة حاولت اشوف الكونتنت بتاعها واشوف ازاي هحاول ان انا يعني انظمها او اجزأها. ففي الهيستوري عندنا في الاسلامك غير الحاجات التانية عندنا شخصيات كتيرة قوي، وعندنا الحملات الصليبية. فانا قررت بدل ما اخلي نوت بوك، وانا بصراحه ما كنتش اشتريت نوت بوك، هي دي النوت بتاعه الترم اللي فات، هي ستيل لسه فيها اماكن فاضيه وورق فاضي، بس انا قلت لا خلينا ننظم الورق بشكل او الدراسه بشكل مختلف. انا هنا عندي ورق فلوسكاب وعندي المنهج او المذكره. اللي انا بعمله ان انا في البدايه بقرا الجزء اللي انا محدده لنفسي ان انا عايزه اذاكره، وانا دلوقتي عايزه من اول هنا هذاكر لحد فين انا محدده لحد هنا الظاهر بيبرز. فانا عايزه اخلص الشخصيات دي واخلص الحملات الصليبيه الموجوده في الفتره دي. فاللي انا بقيت اعمله هنا في الورق ان انا الشخصيات بكتبها طبعا بالترتيب اللي هي الشخصيه وبعدها كذا، ولو في حدث لوحده او في حمله صليبيه لوحدها بخليها في ورق. يعني انا بعد ما اخلص الهيستوري كله او التاريخ كله هقوم مدبسه الحملات الصليبيه اللي انا لخصتها، وهقوم مدبسه الشخصيات سوا، بحيث ان انا لما اذاكر لو جات لي مثلا سؤال مقارنه او اي حاجه ابقى عارفه الترتيب بتاع الحملات الصليبيه، الاولى حصل فيها ايه والثانيه والثالثه وهكذا. فانا دلوقتي هكمل الشخصيات. اللي انا بعمله ان انا بقوم بقرا كويس، ولو في حاجه عايزه اترجمها او في كلمه انا مش عارفاها بترجمها زي كده مثلا، وبهايلايت على اهم الحاجات او اهم الكيوردز اللي انا على اساسها بقوم ملخصه عندي هنا في الورق. فانا دلوقتي هعمل كده وهحاول اخلص ان شاء الله الجزء ده كله.